طبعا اكيد كل الوسط الرياضي متابع قصه رمضان صبحي وقصه المحكمه والتزوير اللي حصل في المعهد، والراجل دلوقتي محبوس على ذمه القضيه ولسه النطق بالحكم بصراحه ما اعرفش امتى. ولكن انا شايف نغمه كده دايره على السوشيال ميديا، يا جماعه مش عايزين نعمل احمد رفعت الجديد. هو انا يا جماعه بصراحه يعني ما عنديش معلومات كبيره عن موضوع احمد رفعت، ولكن الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه. سيان اللي حصل مع احمد رفعت ربنا يا رب ان شاء الله يعوضه في الاخره. ولكن هل في تشابه ما بين قصه رمضان صبحي واحمد رفعت؟ لا طبعا، ده بني ادم زور ودخل واحد مكانه الامتحانات وقعد في الموضوع ده سنه واثنين وثلاثه واتمسك في الترم الاولاني بتاع السنه الثالثه. يعني ده راجل مزور، ده راجل مزور يا جماعه، ده راجل لازم يتحاسب، لازم يتحاسب. واقسم بالله انا ما بتكلم على رمضان صبحي ان هو كان في الاهلي ومشي من الاهلي وراح بيراميدز، ولا في اي انتماء للموضوع كروي اطلاقا. ولكن انا النهارده بشوف بني ادم بيعمل غلط، بني ادم بيزور في اوراق رسميه، بني ادم بيسخر بني ادمين تانيين بس ان هم يخدموه هو فقط، فده لازم يحاسب يا جماعه. انا النهارده راجل عايز ياخد معهد او ياخد كليه، روح حضرتك الامتحان وامتحن زي الناس وذاكر واتعب واوصل للي انت عايزه. ولكن لو كنت انت عايز معهد علشان خاطر لما يسالوا ابنك في المدرسه بابا يا حبيبي كليه ولا بابا دبلوم ولا بابا مش واخد حاجه خالص، فيقول لهم واخد كليه، لا حضرتك ما ده كذب، ده تزوير، ده يعني مش عايز اقول لك، يعني مش عارف اقول لك ايه في اللي، ولكن الناس اللي بتدافع عن التزوير او بتدافع عن رمضان صبحي انا متعاطف معاه، انا متعاطف معاه علشان هو بس في محنه. ولكن مش معنى تعاطفي معاه عشان هو في محنه يبقى انا النهارده اصحح الغلط اللي هو عمله. يا جماعه ده غلط كبير جدا، ولو كان محمد الشناوي معاه في القصه او هو اللي عرفه على الراجل او محمد الشناوي عامل حاجه زي دي، يا باشا يتحبس، يا باشا يتحبس، واللي اخطا يتحبس، واللي عمل مشكله يتحبس. احنا ما عندناش اي مشكله خالص، ولا ده عشان في الاهلي فاحنا هنحابيله، ولا ده علشان في حته تانية فاحنا هنبقى ضده. الموضوع مش كده اطلاقا، دي قيم ومبادئ واخلاقيات يا جماعه. لازم النهارده يحقق في الموضوع تحقيق كبير جدا، لازم يتعرف مين اللي اصلا اللي وصل رمضان صبحي ان هو ما يروحش امتحان لا سنه ولا اتنين ولا تلاته. والراجل في اقواله بيقول لك انا لا اعرف طريق المعهد ولا دخلت امتحان ولا اعرف اي حاجه عن المعهد ولا حتى يعرف هو هياخد شهاده لون يعني شكلها عامل ازاي. وارساء الاخلاقيات ده يا جماعه ده بنتكلم فيه علشان ولادنا. انا النهارده لما اشوف ابني قدامي من اول كيجي زي ما بيقولوا تعبان وطالع عينيه والدروس ومدارس وشغلانه ما يعلم بها الا ربنا، ويجي واحد علشان معاه شويه فلوس زياده ولا معاه ملايين زياده فيسخر الناس ان هو ياخد كليه وياخد شهاده، وتلاقي ان الاثنين متساويين في الكفه، اللي تعب زي اللي ما تعبش. هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون يا جماعه؟ هل النهارده انا دافع عن واحد اصلا بياخد له 70 200 مليون في السنه ولا 100 مليون في السنه علشان هو مخطئ ويقول لك ان انت ترهقه نفسيا وتيجي على نفسيته؟ ده كلام عبث يا جماعه. الراجل اخطا، الراجل اخطا، سيب القانون ياخد مجراه. لو هيتحبس 5 سنين زي ما القانون بيقول يحصل، زي ما القانون بيقول يحصل. ولكن انت ما تجيش تهددني وتقول لي والله ده انت عايز تعمله احمد رفعت الجديد، انت مش عارف ايه. لا انا عايز اعمله احمد رفعت الجديد ولا ليا علاقه برمضان صبحي، ولكن اللي ليا علاقه بيه ان انا النهارده بكلمك عن اخلاقيات، بكلمك النهارده لما يطلع لنا واحد مزور بيزور في اوراق رسميه، يعني ممكن النهارده يزور لواحد واثنين وثلاثه واربعه، وده موضوع لازم يتم زي ما قلت لحضرتك، ولازم النيابه ولازم الحكومه تشوف الموضوع ده اصله منين، والناس ازاي تزور في اوراق رسميه، وهل الموضوع بالسهوله دي؟ يعني ان كان الناس الضمير بتاعها ميت للدرجه دي فخلاص يعني الدنيا خلاص بالسلامه كده، اي حد يعمل اي حاجه. ولكن احنا بنقول لازم القانون ياخد مجراه. ما تهددنيش ان رمضان صبحي يحصل له حاجه ولا الراجل يتعب نفسيا. ما يتعب نفسيا يا باشا، مش هو اللي غلطان، هو اللي غلطان، هو يتحبس ويتعب نفسيا ويتاثر كمان بالموضوع ويندم ان هو عمل الاخطاء دي كلها. ودي ارساء اخلاقيات احنا بنتكلم فيها.